السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النيكليكس. النهاردة هنتكلم في فيديو جديد من فيديوهات سلسلة الطريق لأمريكا من البداية، الخاصة بسفر التمريض للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. لو ما تفرجتش على فيديوهات السلسلة من الأول لازم ترجع تتفرج عليهم. هنتكلم في فيديو النهاردة عن الفرق ما بين شركات الستافنج ايجنسي أو الريكروتمنت ايجنسي والدايركت هاير ايجنسي أو التوظيف المباشر، وهنعمل مقارنة بينهم ومين أفضل، وهل في شركات منهم أقدر لو ما امتحنتش النيكليكس هم هيصرفوا عليا ولا لأ. وأول موضوع معانا هو إيه فايدة الشركات أصلا في مشوار الأمريكا، ودي بتتلخص في كام نقطة. وهم الشركات دي بتبقى مسؤولة عن عملية الهجرة بما فيهم التقديم على الفيزا والتعامل مع ملف الهجرة، وبتاخد ميعاد ليك اسمه البريوريتي ديت، وده ببساطة التاريخ اللي بتاخده عشان تبقى أخدت دور في التأشيرة عشان تحصل عليها، لأن في قائمة انتظار كبيرة وكل سنة عدد فيز محدود أو تأشيرات بتطلع من دايرة الهجرة، وانت يبقى أخدت دور في الصف ده. هنتكلم في فيديو تاني عن خطوات الهجرة كاملة بعد نجاحك في النيكليكس. يبقى الشركة بتقدم لي على ملف الهجرة عشان اخد التأشيرة، دي أول حاجة. تاني حاجة بتجيب لي عرض عمل سواء مع الشركة نفسها في حالة الستافنج ايجنسي أو مع مستشفى معينة في حالة الدايركت هاير. هنتكلم عن باقي الحاجات اللي الشركات بتعملها بعد ما نقارن ونفهم يعني ايه ستافنج ايجنسي أو إنك تبقى ممرض شركة، ويعني ايه دايركت هاير ايجنسيز أو توظيف مباشر مع مستشفى. أول حاجة الستافنج ايجنسي أو العقود المؤقتة، دي شركات بتبقى متعاقدة مع مجموعة مستشفيات سواء في ولاية معينة أو عدة ولايات، بتديك عرض عمل وسعر ساعة ثابت بتراوح ما بين مبلغ معين مثلا 30 ل 40 دولار في الساعة، وبيربطك معاهم عقد بمدة محددة في الأغلب 3 سنوات، وبيقدموا لك مميزات زي مثلا أول شهر سكن عليهم، المرونة في اختيار المستشفى أو اليونت اللي هتشتغل فيه ما بين المستشفيات اللي معاهم، مش مستشفى أو قسم محدد طول مدة العقد، يعني ممكن بعد فترة ينقلوك لمكان تاني تبعهم في فترة التعاقد. في الأغلب مفيش مكافأة توقيع عقد، وبيبقى عندهم شرط جزائي لو فسخت العقد في فترة التعاقد بيدفعوك كل مصاريف الهجرة اللي دفعوها لك. في أوقات أو شركات بيدوا رواتب أعلى من الدايركت هاير ويبقى عندهم مرونة في اختيار مكان العمل، مش بيبقى ليك نفس مميزات الموظف في المستشفى نفسها زي خطط التقاعد والأجازات المدفوعة. في ميزة إضافية عندهم، في الأول قبل تأخير الفيز أو الريتروجريشن كنت بتاخد امتحان لغة زي الآيلتس أو البي تي إي أو التوفل أو غيره اللي اتكلمنا عنهم في حلقة امتحانات اللغة، كنت بتروح للشركات دي كان بيدفع لك باقي الخطوات عشان تمتحن النيكليكس زي معادلة الشهادات والبورد وتكاليف السفر للامتحان وغيره، يعني كان بيعمل لك سبونسر. بس بسبب تأخير الفيز دي بقي فيه ويتنج ليست كبيرة ومبقاش يقبلوا ناس غير بعد ما تنجح في امتحان النيكليكس. يعني معنى كده في الأول كل الناس اللي سافرت كانت تبع شركات الستافنج ايجنسي وأخدوا امتحان لغة والشركة اتكفلت بباقي المصاريف لحد النجاح في النيكليكس وبعدها خطوات الهجرة. دلوقتي هنتكلم عن أمثلة شركات الستافنج ايجنسي. أول وأهم شركة هي شركة أوجريدي، ودلوقتي بقت تبع مجموعة شركات ال AMN Healthcare، ودي كانت بتقدم عقود لمدة سنتين فقط، ودي ميزة كبيرة، ومعاهم مجموعة مستشفيات كبيرة في معظم الولايات وناس كتيرة سافرت معاهم قبل معرفتنا بخطوات النيكليكس وشركات الدايركت هاير. وكان قبل كده فلوس كسر العقد معاهم صغيرة، فلما كنت بتروح وتشوف مميزات انك تشتغل مع تبع المستشفى نفسها كنت بتقدر تفسخ التعاقد، دلوقتي بقى أعلى. تاني شركة وهي أفانت هيلث، ودول صعبين شوية في اختيار الناس وبتعدي بامتحانات كتيرة وانترفيوهات، بس عندهم مميزات تقدر تقرا عنهم في موقعهم الرسمي. في شركات تانية كتير مش مشهورة زي باسبورت يو اس اي وميد برو انترناشونال وغيرهم تاني. تاني نوع من الشركات وهي شركات التوظيف المباشر مع المستشفى واسمها الدايركت هاير ايجنسيز، ودي شركات انت بتقدم عليها في يونت معين وهم بيوصلوك بالمستشفيات اللي محتاجة اليونت ده زي مثلا الاي سي يو او الاي ار او الاو ار او غيرها. مميزات عقد المستشفى المباشر ده، أول حاجة بيبقى فيه مكافأة توقيع عقد اللي هي ساين ان بونص، ودي مكافأة بتاخدها في أول كام شهر من الشغل معاهم أو في خلال العقد. فترة العقد بتبقى 3 سنوات، ويبقى ليك مميزات زي التأمين الصحي ليك ولأسرتك وإجازات مدفوعة وخطط تقاعد وغيرها من المميزات بتلاقيها على موقع المستشفى. بيديلك سعر ساعة مناسب للولاية سواء كانت ولاية غالية أو رخيصة، وبيقدم لك فرص إنك تتطور زي مثلا منح ماجستير وغيرها. فيها استقرار وظيفي كبير، لو شخص محدد عايز ولاية معينة ويقعد فيها بيروح المكان ده ومش بيتنقل.
كمان من مميزات الدايركت هاير انك تقدر تشتغل اوفر تايم في نفس المكان او في مستشفى تاني عكس الاستافنج ايجنسي. طبعا ده بيكون الساعة بساعة ونص، ولما بتوصل هناك بيدفعوا لك التكاليف اللي دفعتها زي تكاليف النيكليكس واللغة والفيزا سكرينينج وغيرها. في شركات ستافنج بتعمل كده، وطبعا الدايركت هاير في مميزات طبعا تاني زي سعر شيفتات النايت بتبقى أغلى وغيرها من المميزات تاني بتلاقيها على موقع المستشفى. أشهر الشركات دي وهي أول شركة كونيتكس يو اس اي، ودي انضمت لمجموعة شركات ال AMN هيلث كير. يعني AMN دي عندها مجموعة من النوعين، ستافنج ايجنسي وعندها زي الاوجريدي وعندها دايركت هاير زي الكونيتكس. تاني شركة اسمها ادفانت هيلث، ودول غالبا بيتعاملوا مع ولايات زي فلوريدا وتكساس وكام ولاية تاني، وبتقدم لك عروض كويسة جدا. تالت شركة اسمها PRS Global، برضو عندهم مميزات وعروض كويسة جدا. وفي شركات تانية زي كونكزاس وشركة وورلد وايد وغيرهم. رأيي الشخصي ورأي الناس اللي سافرت وهو انك تختار شركات الدايركت هاير علشان مميزات بتاعتها كبيرة جدا مقارنة بالستافنج ايجنسي. انتظرونا في فيديوهات قادمة عن خطوات الهجرة بعد النجاح في النيكليكس وانواع الفيز وايه هو الريتروجريشن. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في امان الله.